اوعدك ان وصفه النهارده هتعجبك جدا وهتكرريها كل يوم، واولادك لو جربوها مش هيبطلوا يطلبوها منك ابدا. مكوناتها سهله وبسيطه، واهم حاجه ان هي اقتصاديه. وصفتنا النهارده اجنحه دجاج كريسبي محشيه جبنه، هتعجبك جدا. وفي بيسموها اجنحه دجاج لولي بوب. تعال بقى نشوف المقادير بتاعتنا. معايا فلفل اسمر، ومعايا كاري، معايا ملح حسب الرغبه، معايا عصير بصل، معايا عصير ليمونه، اهم حاجه عصير الليمون جدا عشان بيضيع الزفاره، ومعايا توم مفروم. ومعانا طبعا اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا 2 كيلو من الاجنحه، واهم حاجه يكون الجناح حجمه كبير. الحجم الصغير مش هينفع معانا في الوصفه دي، لان الجناح لازم يكون مليان من اللحم من جوه، اللي احنا لسه هنشف العظم بتاعه عن اللحم. ودي اسهل طريقه عشان خاطر تشفي بيها الجناح. اهم حاجه هنفصل الثلاث مفاصل. عندنا المفصل بتاع الضفر الصغير والمفصل الوسطاني، هنكسرهم بالطريقه دي، وده الضفر ده ملوش لازمه. ده بقى جمعوه واديه لاي قطه خلوهم ياكلوها. انا عندي دايما بجمعهم في كيس وانا نازل الشغل الصبح، بيبقى فيه قطط وكلاب كتير موجوده في المنطقه، بحاول اسيبهم لهم على اي جنب بياكلوا منها وبيتبسطوا جدا. احنا كده فصلنا الاجنحه بتاعتنا لثلاث اجزاء. عندي بقى الجزئين المهمين اللي انا هشتغل عليهم. في جزء بيكون فيه عظمايه واحده، وجزء فيه عظمتين. الجزء اللي بيكون فيه عظمايه واحده اللي هو ده اللي فيه العظمايه الواحده، ده اللي بيكون قريب من صدر الفرخه. اما الجزء الوسطاني هو اللي بيكون فيه عظمتين رفيعين. احنا اول حاجه هنعملهم هنفصل منهم عظمايه واحده بس، وهنخلي التانيه عشان نقلبها تبقى عامله زي المصاصه. وطريقه الخلي بتاعتها سهله جدا. انا دوبك بمسك العظمايه بايديا وبلف الجناح كله، بتطلع في ايديا نظيفه زي ما انتم شايفينها كده. والعظمايه التانيه انا بحاول اسلك اللحم عن العظم بكل سهوله، ان الجناح اساسا ما فيهوش لحم، يعني اللحم بتاعه ضعيف شويه، فبحاول ان انا اسلكه باي حاجه لتحت، حتى ممكن اسلكه بالسكينه. مجرد ما ازق اللحم بالطريقه دي هتلاقي اللحم كله اتجمع في اخر الجناح بالمنظر وهحاول ان انا اكوره واخليه عامل زي الكوره عشان يبقى عامل زي البونبوني في الاخر. بيدي شكل جميل جدا زي ما انتم شايفين الشكل كده. انتوا ممكن تشوفوا الوصفه ان هي مرهقه شويه ومتعبه، وتقولوا اجنحه ايه اللي احنا هنقعد نخليها، بس بصراحه الوصفه دي تستاهل، ان طعمها جميل جدا في الاخر. هنبدا بقى نخلي الجزء الثاني اللي هو فيه العظمه الواحده، اللي هو بيكون قريب من الصدر. هو عباره عن عظمايه واحده، بس مشكلته ان هو فيه اعصاب كتير ماسكه في العظمايه من تحت. فاحنا اول حاجه هنبتدي ان احنا نفصل الاعصاب دي، ونزق كل كميه اللحم اللي موجوده معانا لحد اخر العظمايه. هتتكون معانا عامله زي الكوره كده اسمها لولي بوب. فهي يعني اكله جميله جدا جدا بصراحه، تعجبكم ان شاء الله. انا كل ما هنالك مش عايز اكون تقليدي واعمل اجنحه مسلوقه او محمره او اعملها في صينيه، عايز اكون حاجه مميزه شويه او فكره جديده. شايفين كده منظر الجناح بعد ما انا نزلت اللحم لحد تحت؟ ده الشكل اللي انا عايزه بالظبط، ده الشكل اللي انا عايز اوصل له. لان انا هحشي الجناح من جوه جبنه، هتشوفوها ازاي دلوقتي. بس ما تنساش تقدر الفيديو وانتوا عارفين هتعملوا ايه بالظبط. دول اللي احنا خلصناهم، ودول بقيه الكميه بعد ما انا خلصتهم. انا في الاول كنت غاسل الاجنحه كويس جدا، وبعد ما قلبتهم غسلتهم بميه وملح كويس جدا. هبتدي بقى نعمل التتبيله مع بعض، والتتبيله بتاعتها سهله. انا هبدا بالمواد السائله الاول. هنزل بميه البصل بتاعتي، وبكده هنزل بشويه الليمون. الليمون مهم جدا عشان خاطر الزفاره برضو. وهنزل وراه على طول بشويه فلفل اسمر اللي بيدوله الطعم الجميل. بعد كده هنزل بشويه الكاري، وممكن ازود كمان معاهم حبهان لو بتحبوا الحبهان. شويه الملح الحلوين والجمال بتاعنا، وده حسب الرغبه طبعا. وشويه التوم بقى المفرومين اللي بيدوله طعم مش عايز اقول لكم. ميكس كل وهننزل بيه على شويه الاجنحه. تتبيله مش كتير، ظريفه ولطيفه وخفيفه. هنقلب كل الكلام في التلاجة ساعه، بعد كده نبتدي نشتغل بيهم. من عند العطار هتجيب الكريسبي او هتجيب من عنده كورن فليكس، اي حاجه منهم، وهنخلطهم مع شويه بقسماط. معايا هنا لابراي اللي هو عباره عن كوبايه حليب وعليهم بيضتين، ومش هنحط عليهم ولا ملح ولا فلفل، ان انا كده كده متبل الفراخ بتاعتي. هنقلبهم كويس جدا جدا، مش عايز اي تكتلات من البيض فيها. هنيجي بقى لاهم مرحله، مرحله الحشو. هوريكم بقى نحشي الجبنه جواها ازاي. هنعمل الفتحه وهنضغط العظمه لتحت، هتعمل معانا تجويف زي ما انتم شايفين كده. بعد كده انا عندي هنا جبنه مثلثات مصريه، انا جايبها جبنه مثلثات مصري، طعمها جميل جدا. هنقسمها على قد الفتحه اللي موجوده في الجناح بتاعنا، ونبتدي نحشيها بالطريقه قفلي الجناح كويس جدا، ما تقلقيش منه، ان انت لسه هتحطي في البيض والبقسماط ولسه في لبن، فما تقلقيش، هيبقى في كفر كويس جدا. اهم حاجه ان انت وانت بتقفلي الجبنه تعملي الحركه عشان يطلع معاك الجناح مدور من تحت. هننزل بعد كده على طول في الحليب والبيض بتاعنا اللي احنا عملناه من شويه، وبعد كده هننزل عليه على البقسماط كانك بتعملي بانيه عادي جدا. انا بالنسبه لي كل المراحل المهمه عدت خلاص، المراحل اللي جايه دي كلها بالنسبه لي عاديه، اي حد ممكن يعملها. بيض وبقسماط وهنقليها، مفيهاش اي افتكاسه خالص. اهم حاجه بس في المرحله ان انا بعد ما اخلص موضوع البقسماط احاول اتك على الجناح كده بالمنظر عشان احافظ على الشكل الدائري بتاعه، عشان يبقى بالمنظر معايا. بعد كده عندي زيت غزير سخن. اهم حاجه يكون الزيت بتاعي غزير كويس جدا. انا دايما بعمل الحركه لما بحب اعمل زيت غزير ويكون ارتفاعه عالي، بحط الزيت في حله صغيره بيديني كميه كتير جدا وارتفاع عالي. هرص الاجنحه بتاعتي بالمنظر مش هتاخد معايا اكتر من ربع ساعه. هبتدي بعد كده اقلب على العضمايه، عشان خاطر العضمايه طولها برضو النار، هي ملهاش لازمه، مجرد شكل جمالي بس. وبتعجب دايما الاطفال وهم ماسكين الجناح من العصايه هتشوفوا شكلها النهائي. ده كده الشكل النهائي اللي انا عملته. انا حبيت بس اغلفه كده من فوق كمنظر جمالي، شكلها تحفه، والريحه مش عايز اقول لكم عامله ازاي، وفي الاكل بيكون جميله جدا. قولوا لي انتوا ممكن تاكلوا جنبيها ايه؟ زي ما انتوا شايفين الشكل كده، الشكل بتاعها شهي جدا وشكلها جديد.
وبكده انا خلصت وصفة النهاردة، ارجو انها تكون نالت اعجابكم. متشكرين جدا لكم، مع السلامة.